والسماعات وبتاع. طب سامعين يا ناس؟ سامعين. السوشيال ميديا عملت ايه؟ قضت على كل الحاجات دي، نظام وماشي عليه. مبقاش ماشي زي اللهبل، انا نازل اتمرن هاخد تمرين بوش بالليل، كنت انا واحد صاحبي وخلاص وهطلع والدنيا هتمشي. طبعا تاني فيديو او تاني فلوج او ميني فلوج هنعمله وننزله باذن الله ان شاء الله. لو الفلوج اللي فات انت ما اتفرجتش عليه فروح اتفرج عليه. والفلوج دوت بقى فيه مفاجاه جامده جدا، ان انا غير ان انا هتمرن في جيم بلدي، غير ان الفيديو دوت هوضح لك فيه حاجات كتير جدا انت لسه مش عارفها او انت لسه مش واخد بالك منها، او انت كمبتدئ او لسه بتلعب في اللعبه بقالك شويه، فلسه محتاج ان انت تفتح عينك على الحاجات ديت وتغمي عينك شويه من على السوشيال ميديا وحاجات السوشيال ميديا. فالفلوج دوت هيكون مجمع فيه الحاجات دي كلها، وغير ان انا هاخد التمرينه ديت مع اخويا الكبير فهتبقى تمرينه جامده جدا. على النهارده تمرينه بول. ليه؟ طبعا هاخد تمرينه بول عشان واكل وشارب وعامل كل حاجه ونايم كويس. طبعا بعيد عن نايم كويس ديت، انا نايم 7 ساعات او 6 ساعات، ولكن دي مش احسن حاجه، ولكن اضطرابات نفسيه بس اليومين دول عشان ورايا حاجات الاسبوع اللي جاي، فالواحد قلقان شويه، ولكن ان شاء الله كل دوت هيتحل باذن الله. فان شاء الله هنصور لكم تمرينه بول مع شويه ازاي في امتى تلعب ارلون سبليت، مع امتى تلعب بوش بول ليج، مع امتى تلعب بروس بليت. كل دوت هيبقى في الفيديو دوت، فما تضيعش الفيديو دوت لانه هيبقى فيه كذا ملحوظه، هيبقى فيه كذا حاجه انت هتبقى عايز تعرفها وعايز تعرفها. تمام؟ فيلا بقى يا اخواتي نروح بقى نصور الفلوج بتاعنا. طبعا اخويا طلع معايا في الفلوج، ان شاء الله تكون فلوج جامد. وبس كده يا شباب، يلا بقى ننزل الجيم ونروح نوريكم احلى تمرينه واحلى يوم باذن الله هيكون مع اخويا الكبير. بص كده يا شباب، وصلنا الجيم. طبعا الجيم اولد سكول قوي 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 كمان بلدي. وعايز اقول لكم بقى كل الحاجه اللي هنا، كل الاجهزه مش واير سلك، لا ده واير جنزير. اللي قلبك بقى يحبه تلاقيه موجود هنا، واير سلك. ده الجيم ده انا اشتغلت فيه شهر، بس كان جيم احسن شهر، يعني من احسن الشهور اللي اشتغلت فيها في الجيمات عموما. طبعا أنا لسه قايم من دور برد جامد جدا، وليه يعني لسه راجع. طيب المحتوى بتاعنا النهارده ان احنا بس هنصور الفلوج النهارده كل حاجه ونتمرن تمرينه بول جامده. وطبعا في الفلوج اللي فات برضو كانت بول، فيعني مش عارف هي بتيجي في البول بس ولا ايه، بس ان شاء الله المره الجايه هننزل نتمرن في جيم ونشوف برضو. بس هنتمرن باذن الله التمرين دي هتكون ايه؟ بوش مش بول باذن الله. ان شاء الله نكون احنا اصلا هنخش في البروس بليت، وهنبدا ان احنا نركز في البروس بليت قوي. هنكمل في البروس بليت، مش هنتمرن اللي هو تمرينتين مع بعض والكلام ده، لان هنرجع بقى للنظام بتاعي. انا بتمرن بروس بليت، ما بحبش اتمرن تمرينتين مع بعض. بس جت بقى الشهر ده وخلاص قلت اتمرن وخلاص كده والدنيا تمشي وخلاص. اتمرنت الشهر ده بوش بول ليج، لقيت فيه نتائج في بعض العضله عندي، ولكن في حاجات برضو ضاعت مني. لان انت ما بتديش الدراع حقه. فانا كنت مثلا اي حد بيتمرن معايا بوش بول ليج، اي حد بيجي يتمرن معايا بيقول لي انا عايز اتمرن بوش بول ليج، طبعا بياخد نظام انا بديهوله. ولكن لو بوش بول ليج بديله البوش بول ليج، بس بديله معاه شويه تريكات، ان احنا مثلا ندخل الدراع في نخلي نلعب بالبوش بول ليج عادي، ونخلي في وسط الاسبوع نخلي يوم للدراع بس. فدي حاجه دي حاجه برضو لازم تركز عليها. مالكش دعوه بقى باللي يقولوا الناس. في ناس بلاقيها في الجيم مثلا بقاله 6 شهور، بقاله 7 شهور بيتمرن، واجي والاقيه 50 كيلو ما بيزيدش، واقول له انت بتتمرن ايه؟ بيقول لي بتمرن بوش بول ليج او ارنولد سبليت. فده يعني اختيار فاشل بالنسبه لك انت. فبس كده، فاحنا بقى هديك بقى شويه حاجات تريكات كده اقولها لك برضو اعرفها لك، بحيث ان انت تكون انت عارف هتلعب ايه في بدايتك كجيم، او انت داخل جيم تتمرن، او عايز تاخد تتعرف كده الدنيا تبقى ماشيه ازاي. هعرفك برضو ايه الدنيا، وهعرفك كل التريكات ديت. هتحس الناس كلها بتيجي وانت بتصور تلاقي كل الدوشه جت حواليك، بتاع فول وبتاع مش عارف ايه وبتاع ايه ومش عارف ايه. فمش عارف. قشطه، يلا بقى نخش نسخن ونشوف ايه التمرين اللي علينا النهارده. مش عارف اغير التيشيرت دوت ولا اتمرن بيه، بس ان شاء الله هحاول اتمرن بيه. فلوج طبعا قلت لكم ان انا اتمرن مع اخويا، الفلوج ان شاء الله يكمل بيه، بس هو مش عايز، بيقول لي انا هطلع بس مش هتكلم. ماشي، فبدانا هو عليه النهارده دراع.
عليه النهارده دراع، وهو بيلعب برضه بيلعب ارنولد سبليت، بس بيلعب مثلا تعالى قول لهم بقى التمرينه بتاعتك، قول لهم بقى التمرينه بتاعتك يا عم براء او يا كابتن براء. بقى براء طبعا بقى له فتره بيتمرن، بقى له فتره بيتمرن مستمر، بس مبطل بقى له شويه حلوين. فيقول لنا التمرينه بتاعته دلوقتي، هو بس بيحط الاوزان بتاعته، وبعد كده بقى يقول لنا التمرينه بتاعته هي ايه. عليه النهارده دراع، فاحنا نصور برضه وهو بيتمرن، ونصور نفسنا واحنا بنتمرن، ونشوف ايه الدنيا هتمشي ازاي النهارده في الفلوجز دوت. بس في الفتره الجايه دي ان شاء الله عايزين برضه نتفاعل ان الدنيا تمشي شويه، لكن برضه هنشوف بعد هيخش ايه. عمال يسيبني ويمشي، عمال يسيبني ويمشي. على العموم هو بيخش الكتف مثلا، يخش الكتف الجانبي زاويه واحده، يخش الكتف الخلفي زاويه واحده، يخش الكتف الامامي زاويه واحده، يخش الترباز زاويه واحده، يخش الباي كذا. مش عارف هو بتمرينته ماشيه ازاي، لكن ده طبعا ما هو مطنشنا وحاطط سماعه وعايش الدنيا قوي، لكن باذن الله يعني نظبط الدنيا. كابتن براء، قول لهم على التمرينه بتاعتك انت بتتمرن ايه مثلا. مش هتكلم يا حمزه، مش يا هتكلم عم، لا. يعني هو يا جماعه مش عايز يتكلم، هو قال لي اطلع في فلوج بس مش هيتكلم. هي دي اول تمرينه ياخدها، كتف امامي. طبعا انا اسخن بقى، هسخن بقى، وبعد كده هو يتمرن مع نفسه، وانا هصوره برضه في اول ما يبدا بقى مثلا تمرينه جديده تانية، واوريكم هو بيتمرن ايه برضه. لكن انا هخش بقى انا اسخن وابدا تمرينتي، اسخن وابدا تمرينتي. يلا يا شباب، زي ما قلت لكم بقى ان الجيم اولد قوي، الجيم قديم جدا، بلدي بس جامد، بيطلع عضلات. هوريك بقى الجيم والواير ماشي ازاي. الواير بقى مش سلك، مش اللي انت هتشوفه ما يتقطعش وانت بتعمل، لا، الواير اهو، شايف؟ لا، فاهم انت، حاجه قديمه قديمه ولا ولا وتطلع لك عضلات، يعني ما تقلقش تيجي هنا في مره، ما تقلقش تدفع للشغل، ما تقلقش. بس كده، يلا بقى هنخش هنسخن وبعد كده وشك نشوف مش الدنيا. باين. وشي مش باين، امال ايه اللي باين؟ كده باين، ايوه كده باين. فاهم؟ فخش بقى نسخن ونظبط الدنيا. كده سخنا، خش اول تمرينه وهي لات بول داون، سحب عالي. دي كانت هتبقى اول تمرينه. في حاجات، اول تمرينه هنخشها لات بول داون، نخش منها 3 مجاميع. اول مجموعه تسخين، وبعد كده هناخد المجموعتين الاساسيين. بعد كده بقى نبدا في السحب الارضي. يلا ليتس جو. طبعا دي اول مجموعه لينا لات بول داون. بعد كده نخش ساعه اول مجموعه، كده فاضل لنا مجموعتين. مش عارف، انا مش باين صح؟ مش باين. طيب امتى اخش ارنولد سبليت، وامتى اتمرن بوش بول ليج، وامتى اتمرن بروس بليت. النهارده مثلا انت مش واكل ولا نايم ولا شارب ولا عامل اي حاجه، ولا واخد الفيتامين بتاعتك، الفيتامينات بتاعتك، وجاي لي انا هتمرن ارنولد سبليت. طيب ازاي؟ ازاي تتمرن ارنولد سبليت وانت اصلا ولا واكل ولا شارب؟ تمرينه تقيله، تخش 3 عضلات ولا عضلتين مع بعض، فعايزه تركيز، عايزه اكل، عايزه شرب، عايزه فيتامينات، عايزه كل ده، وانت مش عامل كل ده. فاقنعني ازاي هتخش تمرينه بتخش بتكنيك كويس، تشيل اوزان كويسه، تخش باوزان اعلى من المره اللي فاتت عشان نفسك ما تتعبش، او تطلع بنفس الاوزان عادي. ازاي هتعمل كل ده وانت لسه؟ طب ازاي هتبقى انت في اول كام شهر تخلي اورنال سبليت وتخلي بوش بول ليج؟ في من فتره كنت بمرن حد، فبمرنه برو سبليت كل يوم تمرينه، بحيث ان انا اركز على العضله، بحيث ان انا اخليه يكون فاهم هو بيعمل ايه، مش بيتمرن خلاص. جه واحد قال له وانت ازاي بتؤمن بالموضوع ده؟
ده تمارين قديمه، ده انت مش عارف ايه. ازاي تمارين قديمه؟ تمام ماشي معاك ان هي تمارين قديمه. ازاي تمارين قديمه؟ السوشيال ميديا عملت ايه؟ قضت على كل الحاجات دي. قضت على كل الحاجات دي ازاي؟ بحيث ما يبقاش فيه تمرين، ما يبقاش فيه ارنولد سبليت، ما يبقاش فيه بروس بليت كتير. تلاقي كل واحد داخل يتمرن مش عارف ارنولد سبليت. كل الجيم بقى ارنولد سبليت وبوش بول ليج، ما فيش بروس بليت خالص. قليل قوي لما تشوف تلاقي اللي يخش الجيم يتمرن في ساعتين ثلاثه. انا الفتره اللي فاتت كنت بتمرن بوش بول ليج عشان عندي شويه ظروف كده، فبنجز نفسي في التمرين. ممكن اتمرن 3 4 ايام في الاسبوع، ما انزلش الثلاث ايام التانيين او الاربع ايام التانيين، بس ان انا عندي ظروف. فالفكره بقى في ايه؟ حته ان انت تكون ظابط وقتك وتكون ظابط اكلك وتظبط دنيتك. تتمرن بروس بليت، واهم حاجه تكون عندك خبره، ما يكونش عيل عبيط اول كام شهر او واحد لسه نازل الجيم يخش يتمرن ارنولد سبليت او بروس بليت ولا واكل ولا شارب ولا عامل اللي عليه ولا نايم ولا عامل كل ده وعايز يتمرن. ازاي او انت شغال 12 ساعه وعايز تروح تتمرن تمرينه تاخد فيها عضلتين ثلاثه ولا واكل ولا شارب ولا مظبط دنيتك، في الاخر بيطلع التمرين خاسس ما بيطلعش زايد، فاهم؟ فالفكره بتاع التمرين امتى اخد كل ده في وقت يكون مناسب، امتى اخد كل ده في وقت يكون كويس، وامتى اوصل لشيب كويس وانا بتمرن التمارين ديت. كل ده هتعرفه دلوقتي وانا معرفك. انا اديتك البيزكس بتاع الحاجات دي كلها، الاساسيات بتاعتها اديتها لك كلها. فطب ايه هي الاساسيات؟ ان انا اكون واكل وشارب نايم كويس، واكون بركز على العضله كويس، وان انا اكون نايم واكل وشارب، دي اهم حاجه، واكون واخد الفيتامينات بتاعتي، دي اهم حاجه. بعد كده يا عم اتمرن اللي انت عايزه، بس اهم حاجه تكون عامل لنفسك نظام وماشي عليه، ما تبقاش ماشي زي اللهبل انا نازل اتمرن هاخد تمرين بوش بالليل كنت انا واحد صاحبي وخلاص وهطلع والدنيا هتمشي. انت فاهمني؟ فهخش المجموعه الثانيه وبعد كده نكمل كلام. خلصت المجاميع بتاعت اللات بول داون، داخل هنا السحب الارض الضيق. بصوا يا جماعه، هكمل لك بقى الموضوع. انا اديتك الاساسيات، قلت لك ايه المفروض ان انت تمشي عليه عشان تبقى مؤهل انك تتمرن التمارين دي كلها. طيب انا عايز اعمل حاجه، انا عايزك تمنع اي حاجه او تعمل سكيب للسوشيال ميديا عموما او لتمارين السوشيال ميديا خالص، بحيث ان انت ما تخشش. ليش؟ انا في واحد بشوفه في الجيم، يعني انا في الجيم اللي انا فيه ده اللي انا بتمرن فيه بقالي 10 شهور ولا حاجه. الحمد لله الحمد لله، شفت تطورات جامده فيا، الحمد لله بتطور. فالواد بقاله 10 شهور انيميا، حرفيا انيميا. يعني حتى لو انت مش عارف تتابع مع كوتش، مش عارف تلتزم مع كوتش، مش عارف تعمل مع كل ده، انت كشخص اجي اكلمه في يوم الاقيه بقى بيتمرن ارنولد سبليت، اجي اتمرن او اكلمه في يوم الاقيه بيتمرن بوش بول ليج. يعني حاجه غريبه جدا ان انت تكون مثلا 50 كيلو، تكون ايدك دي عامله قد كده، يعني مش عارف ايدك رفيعه خالص وجسمك، يعني حتى الواحد بيبقى معقول جسمه معقول شويه، لا ده مش يعني ما جابش المعقول، ده انيميا فعلا بجد. فا ايه نصايحي للناس دي؟ لا يا صاحبي، كل كويس واتمرن كويس، حتى لو بتاكل كويس اتمرن بروس بليت لحد ما جسمك يشد. والله العظيم انا بدات العب بوش بول ليج وارنولد سبليت من 3 شهور. طيب من 3 شهور، انا بقالي قد ايه في الجيم؟ بقالي سنتين، داخل في سنتين اهو بتمرن من 3 شهور. بقالي بروس بليت او ممكن ارنولد سبليت ممكن ادخلها في التمرين بقالي 3 شهور، يعني مش مطول، مش من بدري. وغير كده بقى اللي انا اصلا او في ناس بتلعب ابر ولور وهم اصلا قد كده او لسه يعني حرفيا دنيتهم بايظه، وتلاقيه مش واكل ولا مظبط دنيته، وتلاقيه نازل يلعب التمرينه دي. طيب ايه نصايحي ليك؟ لا يا صاحبي، اتمرن بروس بليت، مالكش دعوه بالناس، مالكش دعوه بالسوشيال ميديا، مالكش دعوه بكل ده، اتمرن بروس بليت، شوف إيه اللي هيفيدك واعمله. ما تشوفش ايه اللي الناس بتعمله تروح انت عامله، لا شوف ايه اللي يناسبك واعمله، ده اللي هيمشي معاك، ده اللي هيخليك انت مع الوقت عارف تعمل ايه، عارف تركز مع نفسك ازاي، عايز تعمل ايه، عايز توصل لايه بعد كام شهر او بعد كام يوم او بعد كام بعد فتره. فهي دي الفكره ان انت تبقى عايز توصل لاحسن نسخه من نفسك. نفس الكلام بيتطبق على بوش بول ليج. بوش بول ليج انت بتظلم فيه عضلات بتظلمها معاك، لو انت مش مركز كويس او انت لسه مبتدئ، فانت ما بتلاحظش الحاجات ديت غير لما يتابع معاك كوتش او يتابع معاك حد او يتابع معاك حد ويشوفك ويركز مع عضلاتك ويوصل ويركز على جسمك، فيبدا ان هو يركز ان انت في حاجات عندك ضعيفه. يعني انا كنت بلعب بوش بالليج الفتره ديت عشان عندي شويه ظروف، فعندي حاجات اهملتها،
فطبعا ديت لو حد شافها يقول لي انت مأهمل ده ومأهمل ده ومأهمل ده. فهي الفكره في كده، الفكره في ان انت تكون مركز مع نفسك، عامل جدول لنفسك، كاتب لنفسك جدول. انا هتمرن كذا كذا كذا، يبقى معاك الجدول في التمرين وانت داخل تتمرن، بتمرن كذا، عملت وزن كذا، عملت كذا كذا كذا، بتبقى حافظ انت عملت ايه وبتعمل ايه، في نفس الوقت انت فاهم انت بتعمل ايه. طبعا الكابتن اللي بره ده بقاله 30 سنه ولا حاجه و30 سنه بيتمرن، فطبعا لو عارف ان بقول لك كلمه بروس بليت، كلمه ارنولد سبليت، او كلمه بوش بالليج او الكلام ده، او ابر ولور والكلام ده، هيقتلنا. انا بقى 30 سنه، بقاله 30 سنه وحاجه 30 سنه عمره ما اتمرن عضلتين مع بعض، هي عضله واحده، ولما باجي اقول له عضلتين مع بعض بلاقيه عصب عليا والكلام ده. فالفكره ان انت تركز على نفسك، والفكره ان انت تتمرن كويس، والفكره انك تاكل كويس، والفكره انك تشرب ميه كويس، والفكره انك تاخد فيتامينات كويسه، الفكره انك تعمل كل ده، كل ده هيخليك تتمرن، وكل ده هيخليك توصل لشيب كويس. طيب الترانسفورميشن اللي انت بتشوفها على النت وبتوصل للترانسفورميشن جامده وتلاقيه متابع مع كوتش بشيء وشويات، ما هو طبيعي ان هو يوصل له الترانسفورميشن ديت عشان واخد منه شيء شويات، وغير ان هو معاه فلوس وقادر ان هو يوصل لترانسفورميشن كويس. في ناس على قدها جدا وبتوصل لشيب كويس وبتوصل لمستوى كويس، وظروفها على قدها عادي ومصاريفها على قدها عادي، ولكن بتوصل اللي هي عايزاه لان هي عندها هدف وعندها حاجه، رسم طريق لنفسها ورسم هدف لنفسها انها توصل لها. فانت لازم تعمل دوت. انت داخل الجيم عشان تعمل فورمه، تبقى جسمك كويس، تبقى يعني بقى عايز تخش تبقى كابتن، تبقى كوتش، كل ده. فالفكره في الكلام ده كله ان انت تظبط من نفسك. طيب انا التيشيرت مش لازم تبان في التيشيرت، مش لازم تبان ان انت جامد، مش لازم، لا، ان انا في ناس ما بتبانش في التيشيرت خالص، واللهم بارك اول ما تقلع التيشيرت تلاقي فورمه وترانسفورميشن جامده جدا، واجمد من الناس بتشوفها باين في التيشيرت. حرفيا دي بتحصل قدامي كتير والفتره ديت. تمام. فانت ركز على نفسك، وهو ده الملخص بتاع البوش بول ليج والارنولد سبليت، ان انت تاكل وتتمرن كويس. مالكش دعوه بالسوشيال ميديا، ما تركزش مع حد، ما تشوفش صاحبك بيلعب وتلعب زيه، لا، شوف انت عايز ايه، شوف انت عايز توصل لايه عشان تقدر ان انت تحقق دوت في وقت قليل. اللي يفضل ماشي بقى مع الترندات، وماشي مع ماشي مع الناس بتعمله، وماشي مع اسامي التمارين الغريبه، وماشي مع مش عارف ايه، وماشي مش عارف ايه، والله العظيم بيبقى اغلبيه الناس ديت ما بتوصلش لحاجه في الوقت اللي هم عايزينه، وبيفضلوا مشتتين. طول ما انت شايف الناس عايزه ايه وبتعمله، اعرف ان انت مش هتوصل للي انت عايزه. اعرف انت عايز ايه، واعرف انت عايز توصل لايه، عشان تبدا ان انت تحقق لنفسك الهدف بتاعك، او انت الهدف بتاعك يتحقق في اسرع وقت. هي دي الفكره في البوش بالليج والتمارين عموما، وديت ممكن تاخدها باساسيات حياه كده، ان انت تاخدها اصلا تركز فيها شويه. فدي من اكتر الحاجات اللي انا انصحك تعملها، او انصحك انك تشتغل عليها قوي. هي الفكره دي ان انت تتمرن بروس بليت، ما تكسفش انك تتمرن كل يوم عضله. انت ما بتعملش حاجه عيب، انت بتخش تاخد تمرينه في اقل من ساعه، بتكون مخلص تمرينه في اقل من الا بقى لو انت بتصور الكلام ده، فاقل من ساعه بتخلص التمرين. برضه في كذا حاجه بتبقى في الناس الغريبه، اول بتنزل الجيمات او بتتمرن في الجيم او بيصور او الكلام ده، بيتعصب جدا لما حد يعدي من قدام الكاميرا، او بيتضايق جدا اول ما حد يطلع صوت جنبه. لا يا عم، عادي. الفكره في ايه؟ ما هو الراجل اهو ده عمال يخبط بتاع الفوق وبره شغال. طب هنعمل ايه؟ ما هو ده اللي انت لازم تتحط في الحاجه عشان تتعمل. انت تتحط في ارض الواقع، ما تقعدش تعصب على اللي حواليك، ما تقعدش تنرفز، ما تقعدش الكلام ده. هو الجيم ده راحه نفسيه، الواحد بيجي هنا يستريح نفسيا. فانت بتعمل حاجه زياده، بتعمل حاجه تحط حاجه زياده، فدي شكرا. بس نخش بقى التمرين بتاعتنا عشان جسمنا ما يريحش اكتر من كده. بس كده يا شباب، يعتبر كده انا كلمتك في المفيد كله. بس طبعا التمرينه لسه ما خلصتش، لسه التمرينه شويه، فمش هاخد بول كامله، هاخد بس شويه حساسيات بس. انا خدت لات بول داون، خدت هنا سحب ارضي. هلعب بس ابر باك، بعد كده اخش قطنيه. كده انا اتمرنت 4 تمارين للظهر. كل حاجه اخش فيها مجموعتين. طبعا ده كتير جدا بس قشطه يعني، لان الظهر بيحتاج تمارين كتير، بيحتاج تركيز كتير. بس ورجع عشان خفيف شويه. معلش. طبعا انت عامل سماعات وبتاع. طب سامعيني يا ناس؟ سامعين. يا رب يا كوتش. شفتوا؟
من غير تصوير، صور بس تمرينات، بجد مرهق جدا. بس الحمد لله تمرينة جامدة، تمرينة فشيخة كالمعتاد، ولكن فاضل لي كام حاجة. فاضل لي بس كتف خلفي اخشها بالدمبل او على الفراشة او على الفلاي ورا. بس لعبت ترباس، انا بلعب الترباس ده بتاعي كده، انا بتمرنه كده. كذا واحد يقول لي ده قلت معاك كتف خلفي، وقلت في الفلوجز اللي فات كتف امامي قصدي، بيجيب كتف امامي، ولكن انا اتعودت عليه خلاص. فاضل لي كتف خلفي، هخش على الفلاي وانا قاعد وانا عند ايد واحده. بس كده الفلوج بتاعنا خلص. خلاص كنت جاي اكلمك على كام نقطه دول. طبعا الفلوجات اللي جايه ان شاء الله، لو الفلوج ده عجبك قول لي نكمل فيه او ما نكملش، عجبك قول لي، ما عجبكش برضه قول لي. عايز كل ارائك، فاكتب لي كومنت. وباذن الله برضه لو عايز تسال اي سؤال اسال. الفلوج الجاي ان شاء الله هنرد على الاسئله كلها في فلوج باذن الله. يلا سلام.